السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ في ليلة هادية جدا وفي بيت قديم محدش بيقرب منه بعد الفجر، حصلت حاجة خلت أهل المنطقة كلها تفضل تتكلم عنها سنين طويلة. قصة النهاردة مش مجرد حكاية رعب عادية، دي حكاية عن عروسة مرعبة وطفلة اختفت من غير أي أثر، وسر مخيف لسه عايش لحد دلوقتي. لو قلبك ضعيف بلاش تكمل، يلا بينا نبدأ حكاية العروسة المسكونة أو العروسة اللي بتتحرك بعد الفجر. في قرية صغيرة جنب المنصورة كان في بيت قديم مهجور بقاله أكتر من 50 سنة. أهل البلد كلها كانت بتقول إن البيت ده مسكون، وإن كل اللي حاول يشتريه أو يسكن فيه كان بيهرب بعد أيام قليلة. لكن محدش كان يعرف السر الحقيقي اللي مستخبي جوه البيت. أنا اسمي سامح، ودي قصة حصلت لي من حوالي 7 سنين ولسه لحد النهاردة مش قادر أنساها. جدي مات وساب لوالدي بيت قديم في البلد. البيت كان مقفول من سنين طويلة، ولما رحنا نفتحه عشان نبيعه أهل البلد كلها كانت بتبص علينا بنظرات غريبة. واحد عجوز وقف قدام أبويا وقال: اوعوا تباتوا هناك بعد الفجر، خصوصا في أوضة البنات. أبويا ضحك وقال: يا عم الحاج، احنا في 2019 مش في زمن العفاريت. العجوز بصله بخوف حقيقي وقال: العروسة لسه مستنياكم. وقتها ضحكنا ومشينا. البيت كان ضخم وقديم جدا، ريحة الرطوبة مالية المكان، والأساس كله متغطي بالتراب. وأثناء تنظيف أوضة فوق لقيت دولاب خشب كبير، فتحته وكان جواه عروسة قديمة، عروسة بحجم طفل صغير، لابسة فستان أبيض مش نظيف وشعرها طويل وأسود، وعينيها الزرقاء باهتين بشكل مرعب. الغريب إن كانت العروسة جديدة نسبيا بالمقارنة بباقي الأساس. قلت لأبويا: مين ساب دي هنا؟ رد وهو بيكنس الأرض: سيبها مكانها يا سامح. لكن وأنا بقفل الدولاب حسيت إن عينيها كانت باصة ناحيتي. ليلتها اضطرينا ننام في البيت لأن الشغل اتأخر. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل. صحيت على صوت ضحكة طفلة صغيرة. فتحت عيني لقيت الأوضة ضلمة، لكن الضحكة كانت جاية من بره. قمت أشوف، وأول ما خرجت اتجمد الدم في عروقي. العروسة كانت قاعدة في آخر الطرقة مع إنها كانت جوه الدولاب. فضلت أبص عليها وقلت لنفسي يمكن أبويا نقلها، لكن هي كانت بتبص ناحيتي بشكل مباشر. رجعت بسرعة وصحيت أبويا، خرج معايا، لكن العروسة اختفت. دورنا عليها ولقيناها راجعة مكانها جوه الدولاب. وأبويا بدأ يتعصب: واضح إنك بتحلم يا سامح. لكن وأنا بقفل الباب سمعت صوت صغير جدا: ما تقفلش عليا. جسمي كله اتشل. أبويا ما سمعش حاجة، أما أنا كنت متأكد من اللي أنا سمعته. الفجر قرب وفجأة بدأنا نسمع صوت خطوات صغيرة فوق السقف، خطوات طفل بتجري، بعدين تقف، بعدين تضحك. وأبويا نفسه بدأ يخاف. طلعنا نشوف في ايه، لكن مفيش حد. ولما نزلنا لقينا باب أوضة البنات مفتوح مع إنه كان مقفول بالمفتاح. دخلنا الأوضة وكان فيه سرير قديم، وعلى السرير العروسة قاعدة في النص ولابسة فستان أبيض نضيف جدا كأن حد غسلها حالا. وأول ما قربنا العروسة وقعت لوحدها على الأرض، لكن مكان ما كانت قاعدة كان فيه صورة قديمة، صورة لطفلة صغيرة، وبجانبها نفس العروسة بالظبط. خلف الصورة كان مكتوب: مريم 1968. سألنا أهل البلد الصبح، وهنا عرفنا الحقيقة المرعبة. مريم كانت بنت صغيرة عايشة في البيت ده، وفي يوم أهلها سافروا عند جدتها وسابوها مع الخدامة، لكن البنت اختفت فجأة ومحدش عرف راحت فين. بعد أيام بدأ الناس يسمعوا
ضحكتها بالليل، وبعدين لقوا العروسة دي في أوضتها. ومن يومها أي حد ينام في البيت بعد الفجر يشوفها. وعلشان كده قررنا نبيع البيت بأي تمن. لكن الليلة الأخيرة كانت الأسوأ. صحيت الساعة 4 الفجر على صوت نفس الطفلة. المرة دي كانت بتهمس جنب ودني: انت هتمشي وتسيبني لوحدي؟ فتحت عيني ببطء ولقيت العروسة واقفة جنب السرير، مش قاعدة، واقفة على رجليها وشفايفها مفتوحة بابتسامة غريبة. ساعتها صرخت. أبويا جرى عليا، لكن أول ما دخل العروسة وقعت على الأرض كأنها لعبة عادية. أبويا أخدها فورا وخرجنا بيها برا البيت، وقرر يحرقها. ولما النار مسكت فيها سمعنا صوت صريخ طفلة مش طبيعي، صوت يخلي القلب يقف. وأهل البلد كلهم خرجوا من بيوتهم. تاني يوم سيبنا البيت للأبد واتباع بعد شهور. لكن بعد سنة كاملة لقيت على الفيسبوك صورة للبيت الجديد. أصحاب الجداد كانوا بيحتفلوا بنقل العفش، وفي خلفية الصورة كان في عروسة قديمة لابسة فستان أبيض واقفة عند الشباك وبتبص للكاميرا، نفس العروسة اللي احنا حرقناها بإيدينا. نمت، لكن السؤال الحقيقي: لو كنت مكان سامح وسمعت صوت بيقولك ما تسيبنيش لوحدي، هتفتح الدولاب ولا هتجري؟ وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.